بالعاده احنا سامعين عن منظمات الحقوق، مثلا منظمه حقوق الانسان معروفه صح، او مثلا منظمه حقوق المراه، وتخيلوا حتى الحيوانات عندهم حقوق اللي هي منظمه حقوق الحيوان. كل هاي المنظمات معروفات وكلنا نعرفهم، بس مال منظمه حقوق الطلاب احنا بنش وقت احنا عندنا منظمات حقوق للطلاب، لا يطلبون شغلات ويرفعون شعارات، وكل هذا الشيء قاعد يصير بالعراق، وانتم عبالكم صاير بالغرب امريكا اوروبا، لا 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 صاير بالعراق، وانا اقول ليش سموه العراق العظيم؟ هسه يلا بديت فعلا احس عظيم. السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم أصدقائي الحلوين؟ إن شاء الله تكونون بخير ومرتاحين. عبد الخالق أبو دروب رجعت لكم فيديو جديد، والصراحة هذا الفيديو ابن يهود، والله بعيدا عن الشقة يا أخوان، موضوع هذا الفيديو خارق وممكن يغير حياة كل الطلاب اللي بالعراق. أنا راح أغير حياة كل الطلاب. لهذا السبب هذا من أهم المقاطع بقناتي، فأتمنى تسوون لنا لايك حتى يصعد المقطع، وهم سوونا متابعة بدربكم وانشروا هذا المقطع لكل مكان. من كنت صغير ولحد ما كبرت وتخرجت وأنا أعاني من كومة شغلات بالمدرسة، كومة شغلات. اكيد اذا حكينا عن اول معاناه لكل الطلاب اللي هي الضرب، يا اخوان كنت انضرب من الكل، من المعلمين والمعلمات، الاحياء منهم والاموات، كنت اتعنف تعنيف ومو عبالكم بالثالث ابتدائي بالاول لا 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 بالاول ابتدائي، والله مو منطق، لدرجه اكو سالفه كنت اسويها يوميا حفاظا على روح، ولحد الان اتذكرها، كنت اسويها حرفيا يوميا. تخيلوا اول ما بديت اداوم بالمدرسه تقريبا صف اول لو ثاني لو ثالث، كنت نوبات اوصل للمدرسه شويه متاخر، وتعرفون المدرسه اول ما تفتح 5 دقائق 10 دقائق وتسد الباب، فتظل اكو طريقتين حتى تطب للمدرسه، لو تعبر من الباب، واتوقع هذا الشيء مستحيل على صف اول وثاني وثالث، والطريقه الثانيه وهي مستحيله اكثر من الطريقه الاولى، انه انت تغامر وتروح وتطب من باب المعلمين والاداره، واتوقع هذا الشيء مستحيل 100%، لان اذا يوقفك واحد من عندهم حرفيا راح تموت، واكو طريقه ثالثه انه ترجع للبيت وابوك يقتلك، فكل الطرق تحسها مستحيله على طفل. انا بالنسبه لي اخترعت طريقه رابعه ما حد مخترعها. تخيلوا كنت من اوصل متاخر للمدرسه اضطر اوقف بباب الاداره لحد ما يجي معلم ويطببني، فاظل واقف بباب الاداره هيك، الناس عبالهم جدي عبالهم جندي روماني واقف، المهم انا هيك اظل واقف لحد ما يجي مدرس ويطببني، وحتى من كنت اطب ويا المعلمين هم انكتب، بس اكيد نوبات شويه يفزعوا لي. كنت حيل اخاف من العوده، ولحد الان اتذكر المدير مالتنا شلون كان يضرب الطلاب، طبعا المدير لحد الان اتذكر وجهه واسمه وتصرفاته وكل شيء بيه. زين ليش؟ لان اكثر واحد خوفني من الاول ابتدائي لحد هذا يومكم هو المدير، ما اقول غير الله يسامحه. اخوكم بالله كان بالاول ابتدائي وكان يشوف ناس تنكسر بيدهم العوده، وكنا ننضرب على اي شيء، غايب ما محضر درس متاخر شويه، كنا ننضرب على كل شيء. اتوقع الضرب حاليا شويه قل، بس متاكد 100% بعده موجود، وانتم هم اكتبوا لنا بالتعليقات الضرب بعده موجود بالمدارس لو اختفى، وما اقول غير الله يعينكم بس. التنمر التنمر موجود بكل مكان وزاويه بالمدرسه، انا كنت اتنمر والعالم يتنمرون علي والمعلمين نفسهم يتنمرون علينا. يعني انا هسه حاليا من كبرت بديت اعرف انه المدارس بامريكا وبالغرب حيل بها تنمر مو طبيعي، بس من تصفن بها شويه من تجي المدارس العربيه تشوف بها تنمر اكثر. مو منطق التنمر اللي كان بطفولتي واحد يتنمر على الثاني، التنمر اكيد لازم اول شيء ينحل اصلا بكل مشاكل الطلاب، وما اعرف ليش دائما المعلمين والاساتذه حيل يتساهلون بهذا الموضوع. اقسم بالله لو انا مدير واشوف واحد يتنمر اعاقبه عقاب اخليه عبره للكل. ما اعرف ليش كل المعلمين والاساتذه والمدراء كلهم متساهلين بهذا الموضوع. شوفوا حل لهذا الموضوع. ثالث معاناة من معاناة الطلاب أكيد الأساسيات. ليش نشوف المدارس الأهلية عندهم كل أنواع الأساسيات بينما الطلاب بالمدارس الحكومية ما عندهم أي شيء؟ الرحلات مالتهم تعبانات ومكسرات. أقسم لكم بالله أنا وأصدقائي بالمدرسة كنا نفكك الرحلة ونعيد صيانتها. تخيلوا أطفال كانوا يعرفون يسوون هاي الشغلات، حتى تعرفون الرحلات مالتنا شلون كانت مكسرات. ثاني شيء البنك، ولحد الآن أتذكر البنكة مالتنا مال الصف كانت توصص 24 ساعة، وأي صف أروح له ألقاها توصص، يعني ما دا يفتهم ليش. وثالث شيء السبورات، ما أدري تبعتكم على الطباشير لو طورتوا، العالم وصلوا للسبورات الإلكترونية والضوئية واحنا بعدنا على طباشير، لان انا اخر شيء عرفت المدرسه على الطباشير كنا احنا نجيبها، المساحه كنا احنا نجيبها، حتى الثنر حتى نمسح السبوره بيه احنا كنا نجيبه. معاناه مو طبيعيه، تحس اللي عايشين بالسجون احسن من حياتنا. كل هاي المشاكل والظروف الصعبه وتريدون من عندنا التزام، يا عمي روح الله يعيننا على هاي الحياه اللي كنا عايشيها. معاناة الشعر و24 ساعة ملاحقين على الشعر، ما تسوى اقسم بالله هاي السالفة ما تسوى. حاسبوا اللي شعره اللي مسوي شعره سبايكي، مو تجون على اللي ممشط بطريقة محترمة ورافع شعره شوية. ما اعرف ليش كانوا ملاحقين 24 ساعة على الشعر. واكيد مهزله الزي الموحد انك لازم تحضر وانت لابس زي موحد، من تسالهم وتقول لهم يابا ليش احنا قاعد نلبس هيك؟ ليش؟ راح يقولوا لك لا تحاسبنا، احنا نحاسب بس انت لا تحاسب. استغفر الله، كل انت لابسين زي خرفان ما ادري السنافر قدامكم يا اخوان لازم واحد يفهمني شنو سالفه هاي الدوله. ممكن شويه نمشيها على المدرسه بما انه هي تربيه وتعليم، بس ما يجون على التعليم اللي بالجامعات ويخلوهم يلبسون زي موحد. لا اطلعوا من حياتي، كرهتوني بحياتي كلها. وبعد كومه مشاكل ومعاناه للطلاب، بس اذا احكيها كلها اكيد راح تاخذ ساعتين، فاليوم حبيت اغير الوضع الحالي. اليوم أنا مو وحدي وبظهري آلاف الطلاب، كليتنا عندنا هدف واحد، اليوم لازم نوقف ايد واحدة ضد كل الظالمين، لأجلكم، لأجل قاري. من قاري؟ انسى، انا مو متحمس. اذا انتم وياه حطوا ايدكم فوق ايدي وخلينا نصيح حقوقنا وين. يلا 1 2 3 حقوقنا وين؟
اوكي هسه تعالوا خلونا نشوف الناس اللي شاركوا بهاي الحمله. اوكي هسه اذا جينا وبحثنا بالتيك توك عن حقوق الطلاب راح نشوف مئات القنوات اللي عندهم حقوق للطلاب. اول شيء خلونا نشوف هذا الحساب. اوكي مثل ما موضح قدامكم كاتب حقوق الطلاب وبصفه شعار العراق وبصفه بنيه، يعني مبين هاي بنيه، وصوره الحساب نار مبين الحساب رسمي. بس تعالوا شوفوا وياي ايش كاتب بالوصف: مع لتغيير قوانين وتعليم المدارس العراقيه تطالب وزاره التربيه بالاهتمام بحقوق الطلاب وتطوير مدارسنا. لاول مره احس بالانتصار، الحمد لله والشكر لله. تعالوا خلونا نشوف كم مناشده لهم. حقوق الطلاب: نطالب بالاهتمام بنظافه الحمامات المدرسيه بشكل اكبر وتوفير مواد التنظيف والمستلزمات الضروريه بشكل مستمر. اقسم بالله العظيم احلى مناشده شفتها بكل حياتي. يا اخي وين كنتوا بال 2006 و2007؟ ما اتذكر اصلا في يوم طبيت الحمام من حمامات المدرسه، يا اخي وسخه 24 ساعه، وكان اكو شيء اسمه فراشه المدرسه وهاي ما ادري وينها اصلا. الله يسامحهم بس لو احط صبه مكانهن ممكن تفيدنا اكثر. ماكو ما في يوم شفت فراشه تنظف التواليت، ليش ما اعرف، بس والله المناشده تاريخيه اقسم بالله انتم اساطير. خلونا نشوف المناشده الثانيه. نطالب بالسماح للطلاب والطالبات باستخدام البايسكل كوسيله نقل للذهاب الى المدرسه. والله غريب الصراحه، انا اتذكر بايامنا عادي البايسكلات يعني نجيبها للمدرسه كلش طبيعي، ولحد الان كل ما اطب من يم مدرسه اشوف كومو بايسكلات برا. فوين المشكله وليش المدرسه مال عندكم ما ادري. يا اخوان حسب اللي فهمت الطلاب مو بس يطالبون بحقوقهم، قاعد يريد يسوون حملات خيريه. شوفوا مثلا هذا الفيديو شو يقول: الحملات المدرسيه الذي سنقوم بها: اولا حملات التنظيف مره واحده بالاسبوع، سننظف المدرسه كمبادره طلابيه ويجب ان نكون صريحين 80% من هذه الاوساخ من عندنا. دقيقه شنو يعني صريحين 80%؟ قصدك تكونون نظيفين 80%؟ والله صراحه ما فهمت، بس اتوقع واضح انه يريد يسوي حمله تنظيف كل اسبوع، وهاي اذا صارت هذا الشيء خيالي. اتوقع هاي اذا صارت المدرسه راح تظل نظيفه السنه كلها، يا رب تصير والله حلوه. ثاني شيء حمله المدرسه الخضراء، هذه الحمله سوف نجمع مبلغ 500 دينار من كل طالب وسنجلب زراعات طبيعيه وممكن عشب لحديقه المدرسه. يا ولد والله حلوات هاي الحملات. تخيلوا اطب للمدرسه واشم ريحه حلوه ونظافه من كل مكان. لا دول قاعد يتفوقون على نفسهم. هذا الفيديو همنا من معاناه الطلاب اللي قلت لكم عليها بدايه الفيديو. نطالب بعدم التدخل في شعر الطالب سواء كان ملونا او قصيرا، لان هذا الامر يعد من ضمن حريه الطالب الشخصيه. ايش قد حلو لو ما يتدخلون خلاص بالشعر، لو يتدخلون 10-20%، يعني بس اللي شعرهم شويه شبهه مثلا طويل لو سبايك هذا يلزم ويتزين بنص المدرسه، بس الباقيين اللي شعرهم محترم حتى لو كبير عاد. والله اتمنى لو هذا الشيء يطبق. المطالبه بتوفير عياده مدرسيه، وهذا اللي كنت اقوله 24 ساعه. نطالب بوضع عياده صغيره في المدارس تكون مثل الموجوده في الصوره ولا تاخذ مساحه كبيره. سؤالي لكم يا طلاب الاعزاء: كم مره انتم تخربطتوا بالمدرسه؟ انا متخربط وابن عمي تخربط وكل اصدقائي متخربطين، كليتنا متخربطين بالمدرسه، معناها يحتاجون لنا عياده 100%، لان اصلا جو العراق حار وانتم ما موفرين لك كل اساسيات الحياه الطبيعيه، ومو بس هيك مسوين علينا ضغط كافر، فما بيها شيء اذا تحطون عياده وحده وبيها دكتور واحد لو دكتوره. والله اذا بيها دكتوره يوميا اروح لها. ست تعبت ودخلت ارد اروح للدكتوره. عزب عيني محمد علاوي ودوه للدكتوره. ها ابني يقولون تعبان شنو ايش بيك؟ دكتوره والله صراحه يعني راسي يوجعني شويه يعني. شلون يعني ما بك اي شيء وضح لي؟ دكتوره يعني شو فهمت يعني من احبك. والله اتوقع هذا اللي راح يصير، بس بالله عليكم وفروني. اتوقع كل المدارس بيها دكتور نفسي. وشنو كان اسمه بالضبط دكتور نفسي؟ والله صراحه نسيت، ما كان لا يحل ولا يربط، الحالهم حاطين نفس الفراشه بالضبط. بس والله بعيد عن الشقه وفرونا عيادات بالله عليكم. اللي وصل هنا انزل سوي لنا لايك ومتابعه، تاخذ من عندكم شيء اقسم بالله احبكم. نطالب بان يكون الزي المدرسي العراقي بالشكل الموجود في الصوره. والله صراحه هذا الشكل يذكرني بالمدارس اليابانيه. اي سووا بالله عليكم. والله خرافي. مثل ما قلت لكم اتمنى ما يتدخلون اصلا بالزي خلاص، لان هذا الشيء يضيق علينا فوق ما احنا متضايقين. لا تلعبون نفسنا ولا ما مريض زي مرض زي، هي حقوقنا لحقوقكم ما نريده خلاص. نطالب وزاره التربيه بجعل الصفوف الدراسيه بهذا الشكل بحيث تكون مرتبه ومريحه للطلاب وتوفر بيئه دراسيه افضل. هو اكيد اتفق وياكم 100%، بس مستحيل توفر كل هذا الشيء. خلونا شويه نكون منطقيين، ما نريد نكثر هواي من الطلبات، نريد الشغلات اللي ذكرتها بهذا الفيديو. نطالب بتوفير لوكرات خزائن في المدارس العراقيه. هذا الفيديو وهاي المناشده نزلت لكم عنها بالتيك توك، والفيديو وصل ممكن 2 مليون مشاهد. هذا الشيء بالنسبه لي اشوفه حيل مهم، توفر خزائن ولوكرات لكل الطلاب، فاتمنى هم هذا الشيء يتوفر بكل المدارس. اتوقع وصلتكم الفكره على مناشدات اغلب الطلاب، وهسه اذا قلبوا باقي القنوات والفيديوهات كوما والمناشدات ما تخلص، فاتمنى من وزاره التربيه تحط هذا الفيديو بعين الاعتبار، وهم تنفذ شويه من المطالب اللي ذكرناها بهذا الفيديو، لان والله صراحه الطلاب تعبوا ويستاهلون شويه تتحقق لهم من حقوقهم. هذا اللي كان عندنا لهذا اليوم، اتمنى تنشرون المقطع لكل مكان، واذا نسينا مناشدات لو كلام ثاني اتمنى تكتبوه بالتعليقات، وشكو تعليق موجود راح انطلي الكل لايكات. وبالنهايه ما اقول لكم غير احبكم كوما، واتمنى لكم السلامه والخير وتحقيق كل مطالبكم واحلامكم، واي شيء تريدون من عندي اسوي لكم فيديوهات اكتبوا لي بالتعليقات. وبس نشوفكم على خير، سلام.